عز اهو يا جماعه اللي انتوا بتسالوا عليه. اقول لهم باي، قول لهم باي. بيقول لكم باي اهو يا جماعه. اه انا مصوره لكم المقطع دي تحت في الشقه قبل ما اطلع للفراخ البيضاء. قول لهم باي، مش عايزه اطلعه فوق السطح لان الجو ساقع فوق السطح وبرد عليه، فالمتابعين بيقولوا لي يسالوني عليه النهارده، والله هو معايا لسه اهو. يلا قول لهم باي يا عز، اديهم بوسه اديهم بوسه اديهم بوسه. شاطر، قول لهم باي بقى، قول لهم باي. شاطر، اديهم بوسه. شاطر يا عز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند الفراخ البيضة، والنهارده عمر الفراخ 34 يوم. عمر الفراخ البيضة النهارده 34 يوم، واسجل معاكم الفيديو ده بالليل اهو يا جماعة. بسجل طبعا الفيديو معاكم بالليل اهوت، احنا الدنيا ليل. بسجل معاكم، فتحت الباب بس كده عشان اقول لكم ان انا بسجل معاكم الفيديو بالليل اهو. الجو بيبقى ساقع على فكره يا جماعه، بالليل الجو بيبقى هوا على السطح وساقع جامد بجد يعني. فالحمد لله حسب ما انا بفضى، ممكن اسجله معاكم الصبح، ممكن اسجله معاكم بالليل، حسب الوقت اللي انا فاضيه فيه. طبعا بسم الله ما شاء الله الحيويه بتاع الفراخ بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، كويسه جدا من فضل ربنا طبعا، ثم دعواتكم ليه. طبعا بس انا عماله ابص عشان اشوف بس فضلات. انا الارضيات مكنوسه يعني، بس اهو في فضلات اعزكم الله اهي. اهي حاجه بسيطه اهي بس كويسه، حاجه نعرف منها بس حمام الفراخ عامل ايه. طبعا في تحت اهو واقع اهو بين الارضيات تحت في الارض في الارض برضو الحمام اعزكم الله كويس. الحمام كويس، حاجه نعرف منها بس يا جماعه الفضلات كويسه ولا مش كويسه. اهم حاجه ان احنا نبص على الحمام، اهم حاجه يا جماعه ان احنا نبص على الحمام. شوف الحمام عامل ايه، نشوف الحمام عامل ايه. الحمام ده عايزه اقول لكم ان انت تبصي عليه، دي حاجه يعني عايزه اقول لكم ضروريه جدا يا جماعه، ما تستهونوش بيها. صدقوني انا في كل فيديو باكد على الكلام ده، لان الحاجه دي مهمه جدا. في ناس بتخش تاكل وتشرب وخلاص، في حاجات مهمه جدا لازم تخلوا بالكم منها زي الحمام ده. طبعا النهارده عمر الفراخ 34 يوم. عمر الفراخ النهارده بسم الله ما شاء الله 34 يوم. طبعا هم مخلصين سقايه اهي، والعلافات يعتبر فاضيه، فيهاش الا ايه يعتبر النعامه بتاعت العلف، والميه هنا خلاص قربت تخلص برده ما فيهاش اي حاجه. طبعا النهارده هنحط ايه، هنحط خميره بس على الايه، اللهم صل على سيدنا محمد، على الميه. خميره فوريه على الميه يا جماعه من عند العطار. في اكياس خميره فوريه، الكيس ب5 جنيه، جيبوه. في سايب، انا بجيب الطمن سايب ب 22 جنيه ونص، بخليه يحط لي ب 25 جنيه، بيقضيني فتره عندي، ممكن يقعد عندي دورتين. عايزه تجيبي كده جيبي، عايزه تجيبي اكياس جيبي، بس الاوفر معاكي اللي هو السايب. ونفس كل حاجه اللي السايب هو اللي في الاكياس، بس نصيحه مني جيبوا السايب، لان هيقعد معاكي فتره. الكيس هتحطيه مره واحده على سقايه 4 لتر ماشي. فاحنا النهارده نحط خميره فوريه عشان نزود وزن الفراخ كده ان شاء الله بامر الله. خميره بس، وهنحط طبعا عسل وشويه اعشاب بساط خالص على الايه، على العلف. ومعانا مكون النهارده ممتاز جدا 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 فوق الوصف، واعلى بروتين واحسن من العلف كمان. لو عايزه بقى ترفعي وزن فراخك حط المكون ده. من عمر ايه بقى نحطه؟ ركزوا معايا عشان الناس اللي بتسال في التعليقات، لان الكلمتين اللي جايين دول مهمين جدا. المكون اللي معايا دي يا جماعه من عمر 30 يوم، هتحطي لي الفراخ من عمر شهر عشان البروتين بتاعه عارف، عايز الفراخ تكون عمر شهر عشان يقدروا ان هم ايه يستقبلوه، لان البروتين بتاعه اعلى من العلف كذا الضعف، واغلى من العلف، والبروتين بتاعه اعلى من العلف كذا مره، وبيزود الوزن بطريقه رهيبه اكتر من العلف كمان. بس له نسبه معينه تحطيه على العلف بيها، مش هوب جزم بالبركه، لان الحاجه لو هنحطها كده بالويم وبالذات مع المكون ده هتأذي فراخ، لان حامي. على قد ممكن تحطي حاجه تضر، وممكن تزودي في الحاجه دي تحطي حاجه تضر وتحطي حاجه تنفع. يعني ممكن لو انت هتحطيه بقيمه كويسه زي ما انا هقول لك دلوقتي مش هتضر فراخ. الناس اللي بتحط بكميه كبيره غلط، لان البروتين بتاعه عالي وحامي على الفراخ. دي فراخ بيضه مش هتستحمل ان انت تحطيها كده بالايه، بالويم بالبركه. فاحنا قلنا في الاول
اول ما قلنا على المكون ده رهيب جدا في زياده الوزن، ممكن يخلي على يعني في خلال الدوره، في خلال الدوره الناس اللي هتقعد ال 40 يوم ممكن يخلي عندك الفراخ 3.5 و4 كيلو و4 كيلو و4 كيلو كمان. انا متعوده احطه من عمر شهر بس، والله انا سوها عني خالص، بقيت انسى. لولا المتابعه فكرتني والله انا بقيت انسى يا جماعه من الواحد فيه. الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه، الحمد لله. فمتابعه فكرتني والله، ان بقيت لي مصطفى انت كنت متعوده بتحطي المكون ده من عمر 30 يوم، انت قلت لها والله انا نسيت. ان شاء الله الفيديو الجاي هبقى معاكم واحطه لكم. فاحنا بنقول اهو اللي بيضر واللي بينفع. المكون ده، المكون اللي هنحطه على علف ده، لازم الفراخ تكون عندها شهر، لازم الفراخ تكون عندها 30 يوم وحطيه. اقل من كده لا، حطيه بقى لغايه اما تخرجي الدوره، هتقعدي الدوره 40 يوم 45 يوم انت حره، المهم يتحط من عمر 30 يوم. وبرده يتحط بنسبه يعني بسيطه مش بنسبه كبيره. طبعا هنحط يا ام مصطفى، هنحط كام جرام او قد ايه على الكيلو العلف؟ 100 جرام من المكون اللي انا هوريه لكم دلوقتي على الكيلو العلف، 100 جرام. حد هيقول لي ما عنديش ميزان، لا اوزني، اوزني ال 100 جرام، اوزنيهم عايروهم في اي حاجه، اوزنيهم في اي حته بره لو ما عندكيش ميزان. 100 جرام على الكيلو العلف. المهم سموا بالله وصلوا على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف معانا المكون النهارده ايه. طبعا المكون بتاعنا النهارده اهو، انا حتى حطاه مع الخلطه بتاعه البط ووريكم. كنت جايبه 10 كيلو حطاه مع الخلطه بتاعه البط ومأكده عليه اهو بالكاميرا، عشان الناس اللي بتقعد تسال فول ايه يا ام مصطفى؟ اللي بقشره، طب السليم، طب بتاع الطعميه، طب وريني شكله يا جماعه. والله اهو ده يا جماعه كسر فول، سن فول زي ما تقولوا عليه قول. احنا عندنا هنا في البلد بنسميه سن فول. اهو الفول بتاع الطعميه بس المكسر. شفتوا الفول اللي بنعمل منه الطعميه هو ده، بس التاني سليم. دي زي ما انتوا شايفين مكسر اهو. طبعا مكسر عشان الطيور هتاكله، مش هندشه ونعمله طعميه. ده مكسر اهو يا جماعه. ده يا جماعه سن فول، والصافي اللي هو السن فول بس، معلول ولا في قشر فول ولا عليه اي حاجه خالص. انا جايبها سن فول صافي زي ما انتوا شايفين اهو. اهو يا جماعه ده الكيلو بكام يا ام مصطفى؟ ده الكيلو ب 28 جنيه ونص. اهو الكيلو من سن الفول ده ب 28 جنيه ونص. عايزه اقول لكم ده هيتحط على كل كيلو علف 100 جرام. هتوزني 100 جرام على كل كيلو علف. حطيت 2 كيلو علف هتحطي 200 جرام. حطيت 2 كيلو ونص علف هتحطي ربع كيلو. ربع كيلو من ده على 2 كيلو ونص علف. كل كيلو علف عليه له 100 جرام من السن الفول. ما تزودوش زياده عن كده، هيفرق كتير مع الفراخ في الوزن. هيفرق كتير مع الفراخ في الوزن يا جماعه، مجربه قبل كده والمتابعين عارفين الكلام ده. بسم الله ما شاء الله في زياده الوزن رهيب، اقوى من العلف. وطبعا انتوا عارفين العلف مثلا بيتباع ب 23 جنيه، ده ب 28 جنيه ونص. وطبعا البروتين بتاعه اعلى وفي زياده الوزن اعلى، بس بنحط بنسبه معينه مش بنحط كده وخلاص. اهو ده يا جماعه سن فول اهو. تاني احنا بنأكد تاني لان انا بوريه لكم والاقي التعليقات كتير عندي على الفيديوهات، ومجربه الموضوع ده قبل كده. الناس اللي ما بتسمعش الفيديو وتشوف الحاجه اللي انا بوريها لكم انا مأكده عليها اهو. لقيتي ده عند الاعلاف بتاع الاعلاف هاتيه. لقيتي اللي انا مقربه لك الكاميرا عليه ده اهو عند بتاع الاعلاف هاتيه. لا ما لقيتيه ازاي وما تجيبيش، حطي علف بس وخلاص. ماشي يا جماعه، سموا بالله وصلوا على رسول الله. هنملى بس الميه ونحط فيها الخميره الفوريه ونشوف هنحط ايه. هنحط طبعا يجي 2 كيلو علف ولا هنحط مثلا 2 كيلو ونص علف. هنوزن ربع كيلو من ده. طبعا انا عندي الميزان اهو. هنوزن دي يا جماعه الكلفه بتاعت الحمام، عشان الناس ممكن تشوفها تقول لي دي كلفه الحمام، انا عينها هنا في الاوضه. ماشي، فاحنا هنوزن شكاره العلف اهي. هنحط 2 كيلو ونص علف هنوزنهم ونحط عليهم ربع كيلو سن فول، لان طبعا زي ما قلنا كل كيلو علف عليه 100 جرام. ال 2 كيلو ونص علف لهم ربع كيلو. ماشي يا جماعه، صلوا على النبي وخليكم معايا بقى. نملى بس الميه ونحط فيها الخميره الفوريه ونشوف هنحط ايه. هنحط طبعا هنوزن ونحط على العلف ونشوف هنحط عليه اعشاب ايه النهارده. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين احنا يا جماعه بنحط الخميره في بطرمان بغطا خارجي، وبنحط الخميره في قلبه وبنرجه بشويه ميه جامد. ما بنحطهوش في السقايه تلقائي، لان لو حطيناه في السقايه تلقائي وحطينا عليها الميه الخميره بتعمل كتل وبتسد الايه، وبتسد اللهم صل على النبي العين بتاع السقايه ما تخليهاش تنزل ميه. فخلوا بالكم من حاجه زي كده.
ممكن انت تعملي كده ومش في دماغك ان السقايه تتسد وتنزلي والفراخ تموت من العطش. فالخميره بالذات عشان بتلف بتعمل كتل، اعمليها في حاجه خارجيه ورجيها قوي خالص، يجي اكتر من 5 دقايق 3 دقايق على حسب ما تسيب معاكي في الميه. وبعد كده وزعي بقى على الايه، على السقايه وزودي ميه. لكن هتحطها في السقايه وتزودي ميه بتعمل كتل وهتسد العين بتاع السقايه، مش هتخليها تنزل ميه. خدوا بالكم من الحاجات الصغيره دي لان بتبقى حاجات صغيره مهمه. خدوا بالكم يا جماعه لان بتبقى حاجات صغيره ومهمه، والخامره ممتازه جدا في زياده الوزن. بس قبل ما تحط الخامره دي شوف الحمام بتاع الفراخ، لان الخميره بتزود الوزن، ولو في اسهالات بتزود الاسهالات. فلو في اي لون من الاسهالات بلاش تحط الخميره ولا العسل. ماشي. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده احنا حطينا 3 اعشاب بس بساط، بس فايدتهم اعلى. طبعا حطينا النشا كوكايه من الاسهالات، وحطينا كركم مضاد سموم ورفع مناعه، بتاع ده اللهم صل على النبي، عفوا حبه البركه مضاد سموم ورفع مناعه، وكركم مضاد حيوي طبيعي فاتح شهيه وضد الكساح، اللهم صل على سيدنا محمد، مضاد للفيروسات، بيزود الوزن، ممتاز جدا يا جماعه. وقلت لكم قبل كده على فايده الكركم، مفيش تربيه فراخ بيضه الا بالكركم. ماشي. طبعا زي ما انتم شايفين سن الفول اهو، وزننا ربع كيلو اهو على الميزان، ربع كيلو يا جماعه اهو على الميزان اهو، ربع كيلو بس، مش هنكتر. ربع كيلو فايدته يعني، شوفت انا حطيت لي 2 كيلو ونص علف، الربع كيلو سن الفول ده اهو بيوازي ال 2 كيلو ونص علف. نفس البروتين لو حطيته ربع كيلو على 2 كيلو ونص علف هو بنفس الفايده. شوفي بقى سبحان الله، مع ان العلف 2 كيلو ونص والسن الفول ربع كيلو، بس فايده السن الفول اعلى وبروتين اعلى وبيزود الوزن اعلى. يعني ما تستكتروش ب 100 جرام، يعني ما تستقلوش ب 100 جرام على كيلو العلف. بسم الله ما شاء الله بيخلي الفراخ، انا مجرباه كذا مره في دورات كتير قبل كده، والمتابعين القدام معايا ولو هم معايا ما كانوش هم اللي فكروني والله. ماشي. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنقلب كل المكونات دي ونحط للايه، للفراخ. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم صل عليك يا نبي عزيز يا نبي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، طبعا كان في بواقي علب بسيطه خالص، بودره على شويه علب بسيط جدا، والميه كانت بسيطه برده، بس برده مش داخلين لاقيين الدنيا ناشفه، حاجه موجوده برده. الفراخ برده يا جماعه ما بنعطش ولا بنجوع اهو، وبالذات في العمر الكبير يا جماعه الفراخ ما عندهاش مناعه. خلي بالكم الفراخ البيضاء ما عندهاش مناعه، وخصوصا في العمر الكبير. في العمر الكبير كل ما الفراخ البيضاء بتكبر في العمر كل ما مناعتها بتقل. كل ما الفراخ البيضاء بتكبر، وخصوصا بعد العمر 30 يوم، وخصوصا بعد عمر 30 يوم كل ما الفراخ بتكبر مناعتها بتقل. فبلاش تجوعوا وتعطشوا عشان مش هيتحملوا الموضوع ده خالص. بصوا اللهم صل على النبي اهو، الفراخ بسم الله ما شاء الله حطينا ال4 علافات، وادي سقايه اهي وسقايه، والفراخ بسم الله ما شاء الله بدات تاكل اهي. طبعا انا اول يوم احط النهارده سن الفول ان شاء الله بامر الله هيفرق كتير. بكره عمري 35 يوم بامر الله، هوزن لكم عمري 35 يوم. انتوا عارفين لو كنت انا افتكرت وحطيت سن الفول ده من عمر 30 يوم كانت فرق كتير مع الفراخ. بس هو برضو كل شيء بوقته، وكل شيء نصيب، وكل حاجه بوقتها. ما كانش ليا نصيب وليا نصيب دلوقتي. برضو هنرجع ونشكر متابعينا المحترمين ان هم مركزين معانا وفي فيديوهاتنا، وربنا يجازيهم خير يا رب. كل اللي سأل على بنتي وكل اللي دعا لي دعوه حلوه ودعا لبنتي وسأل على ابن بنتي، يا ربنا يا رب ما يوقعكوش في دي ابدا. وكل حد كتب كلمه وعلق لي في الفيديو بتاع امبارح بكلمه حلوه ودعوه حلوه، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ويكبر بخاطركم جميعا بحق الايام المفترجه، ويجازيكم خير في عينكم وفي عافيتكم وفي صحتكم وفي اولادكم وفي مالكم وفي كل حاجه حلوه. ربنا يقدم لكم الخير. كل متابعه، كل متابع جوه مصر في كل دوله عربيه قالوا كلمه حلوه، كتبوا تعليق جبر خاطري، ربنا يكبر بخاطركم جميعا ويستركم ويرزقكم الخير كله، ويكفيكم شر المرض ويكفيكم شر الحوجه، وما يحكم على حد ابدا يا رب باللي احنا فيه، وفكها علينا وعلى كل من دأبيه الحال، وفك كربنا وكرب كل المسلمين والعالم كله، وفك ديننا وسد ديننا وسد عنا احنا وانتم وجميع المسلمين يا رب، اللهم امين. ويديم الصبر والستر علينا وعليكم وعلى امه المسلمين. شاكره جدا لكل اخواتي قبل ما تكونوا متابعين، اخواتي في الله، ربنا يكرمكم ويستركم ويكبر بخواطركم جميعا في كل دوله عربيه وفي مصر.
بلدي وكل اخواتي وحبايبي، ربنا يكبر بخاطركم يا حبايبي على كل كلامكم الحلو. بجد والله انا عاجزه عن الشكر لكل كلمه اتقالت وكل دعوه ادعيتوا بيها. يعني ربنا يفك كربنا ويسد عنا وجبرتوا بخاطر انا وبنتي. ربنا يكبر بخاطركم جميعا يا رب ويستركم. متشكره جدا للمتابعه اللي سالت على ابن بنتي. هو لسه معايا بس يا جماعه انتوا عارفين ان الجو سقع وبيبقى على السطح سوا بالنهار، بالليل بيبقى هوا وبرد، ودي طفل فما برضيش اطلعه علشان السقع. فانا عملت لكم المقطع في اول الفيديو بس كده عشان الناس اللي سالت على عز. ربنا يبارك لكم ويستركم يا رب ويخلي لكم اولادكم وما يضركوش فيهم ابدا ويستركم دنيا واخره يا رب. وربنا ما رزقهاش بالخلف الصالح، ربنا يرزقها من الخلف الصالح ويرضيكم كلكم في اولادكم الخير كله يا رب. متشكره جدا لحبايبي واخواتي متابعيني على راسي من فوق. ربنا يعزكم ويكبر بخاطركم جميعا يا رب. يلا حبايبي ده الفيديو بتاعنا كان النهارده، يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم واكون قدرت اقدم لكم حاجه تستفادوا منها واكون عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.